لا اهدى بقى. صبح الجيل وكل جيل، ورجعنا تاني مع بعض، واحنا النهارده معانا كان الجيل وكل جيل ومعانا الجيل وكل جيل. اهدى بقى عشان ما اقطعلكش ودنك. ايه ده يا رخم؟ ده انت ابن كلب قوي. ما هو طيب. كلب ابن كلب. يا عم الحاج هتخش القفص كده هتكمل؟ سيبنا نخلص. يا ابني سيبني يا ابني، قطعت ايدي يا ابني، فرتكت ايدي يا ابني، عايز يا ابني الغلسه. انت قاطع التيشيرت ده اوريدي، انا اكتشفت انه مقطوع في الجيم، فممكن تسيبه بقى في حاله. انت رايحه فين؟ مش عارف والله. انت قاعد في النص ليه كده؟ عايز المايك لسه ما خلصتش اقساطه، سيبه في حاله. طيب يا جماعه، النهارده مع كشف حساب الاسبوع الرابع ونظام الاسبوع الخامس اسمه درجه بالباي يا استاذ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده بنقض إيه ده؟ ولا إيه ده؟ بنلحس؟ استنى يا ابني، ايه ده؟ ما ليه حق يعجب بيه يا جماعه؟ ايوه كده بنلحس. ايه رايك يا سمولدريتوس؟ ايه الحس للباي والتراي. ايوه الحس له جود لك. طيب يا بابا التراي ده حلو. خد كده تراي كده، التراي ده يا سمولدريتوس. طيب عشان انا عايز اخلص بسرعه. ايه اخبار الوزن؟ اخبار ليست بالجيده لكن ليست بالسيئه. فاحنا النهارده نزلت 900 جرام اول عن اخر، عباره عن 700 دهون و200 ميه. فكل اللي انا نزلته الاسبوع ده ليه لازمه يتنزل، يعني يتفرح بيه، هم 700 جرام من معدتي. انا عندي نظريه ان انا الاسبوع ده ان شاء الله لو قدرت اشرب ميه احسن وانام احسن. انت بتعمل ايه؟ بشويش ولا بيقعد جامد؟ هو ايدي جوه فمش لو قدرت انام كويس واشرب احسن وفضلت في الجيم زي ما انا ماشي الاسبوع ده في الجيم، هروح حته حلوه قوي. هو دكتور عمرو قال لي عاش لو انت فاكر انك هتنزل 2 كيلو دهون كل اسبوع وانت في الوزن ده تبقى انت راجل ساذج يعني. بس انا حاسس ان انا ساذج، قصدي حاسس ان انا اقدر انزل 2 كيلو دهون كل اسبوع لو انا ماشي بشكل كويس تماما، يعني باكل كويس، بشرب كويس، باخد دوايا كويس، بتمرن كويس. لان انا ما باكل، انا عندي عجز سعرات كبير قوي قوي قوي، لان انا ما بقدرش اكل اصلا كده كده. فعلى العموم ده كان ستريم النهارده. معلم لبلوبه. وكرنونا كمان خاص كارن ما شاء الله على فكره في الجيم بقت بتعمل اداء يذهلني انا شخصيا والله العظيم. يعني انا كارن ادائها في الجيم فعلا متحسن وعجبني انا قوي. يعني عملت النهارده 150 بريدج. ده هايل، ده 150 بريدج، ده هايل على فكره. الرقم يا كارن مش طبيعي. هو انت هتتفشخي طبعا، ظهرك هيبقى يعني. انا فعلا كارن بصراحه، حتى كارن ادائها في الجيم عجبني قوي، وانا كمان ادائي في الجيم عجبني قوي. ارقامي كلها زادت انا احسن الحمد لله في الجيم كتير. يعني هتشوفوا قريب حاجات كويسه. المهم انا هبدا الشهرين 3 اللي جايين دول البس شتوي عبال ما اطبخ جوه، عبال ما ارجع البس صيفي تاني بقى ان شاء الله. افاجئكم بقى بالحركات. انت هتعمل زي البطاطا اللي في الفرن يعني؟ انت عماله كل اي ريفرنس عشان اجيب لك اللي انت نفسك فيه. عدينا من جنب الراجل قعدتي تقولي شامم ومش شامم، وبعدين دلوقتي جايه تقولي لي اي كل، يعني ما في 100,000 حاجه بتخش الفرن، اشمعنى البطاطا اللي اخترتيها عشان نفسك فيها صح؟ لا هو ده اللي جه في دماغي. طيب انت عامل زي الرقاق اللي هتخش الفرن. ما تقوليش بقى ان احنا هنعمل رقاق النهارده. طب انت عامل زي اللاسانيا اللي بتخش مش كان الفرن. انا قبل الستريم بثانيه كنت بقول للميس ان انا عايز 10 دقايق اخلص الستريم. انا اظن ان اوريدي ربع ساعه واحنا 10 لسه دقايق جيب راح من الغالي. نجيب لها بطاطا يا عم. هجيب لها بطاطا اشويها لها انا في البيت. شكرا جدا لهيتمان. لا هيثم، هيتمان ايه؟ شكرا جدا لهيثم على الفولو حبيبي هيثم. هتشرب معايا انت يعني 10 دقايق اغاني بالظبط كده. ما هو الراجل اللحمه جت وانا في الستريم. شكرا. انا اصلا كنت عايز استريم لغايه ما اللحمه تيجي، فاللحمه اوريدي جت، فدلوقتي نو بريشر. فيلا بينا نشوف الدايت الاسبوع ده فيه ايه. الاغنيه كانت لادم، والاغنيه حلوه جدا 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 وبحبها جدا جدا جدا. ما عنديش مشكله. الاسبوع ده يا شباب مش فاضيلك.
اعتذر عن مدى وحشة الصورة بس يعني زي الصورة اللي انت واخدها. بالورد كده. الافطار قبل العاشرة صباحا، نص رغيف بلدي بلس شريحة جبنة لايت بلس شرايح خيار. شريحة كيك حلوة دي. حلوة دي، وما حددش هي الكيك ايه، يعني ممكن نجيب الكاروت كيك بتاعت بريدفاست وانا تمام، او بتاع برتقال. او البرتقال. حلو برضه. هي مش اوكي ثانية واحدة، انا ممكن ازوم كده شوية كده احسن اظن صح؟ كده كل الحاجات المهمة باينة صح؟ تقريبا تعرف تتحركها كمان. اوكي، هو اللي تحت ده مش مهم، القواعد دي اللي هي الثابتة بتاعت كل مرة. شريحة كيك، انا فتحت بريدفاست ما لقيتش كاروت كيك، حرام عليكم حرام عليكم. طبق فول بالزيت بلس سلطة ده مضروب بالنار. طبق بيض جبنة ابيض بلس شرايح طماطم ده برضو ممكن يكون مضروب بالنار. فالاسبوع ده كله مضروب بالنار بالنسبة لي. الفطار هيبقى كيك صباح كيك. متزوم اكتر. انت بتقطع من لحمك. نمشي فيها زي ما احنا ماشي. فالفطار هنا كل الاسبوع انا فكره ان انا افطر فول بالزيت بلس سلطه دي نوت دوبل بالنسبه لي، مش حاسس ان انا هقدر اكل حاجه زي كده. طبق جبنه ابيض بلس شرايح طماطم. فكره الجبنه من غير عيش او توست بالنسبه لي تجزع نفسي فشخ. فمن الواضح ان الدايت الاسبوع ده هيبقى نص رغيف بلدي بلس شريحه جبنه لايت وشريحه كيك مع كوبايه قهوه. ده هيبقى كده هنبدل فيهم يوم او يوم. تمام. الغدا طبق يتم تقسيمه الى 3 اجزاء متساويه من الارز والخضروات والدجاج. اوكي ده الغدا. يا مدير الجروب يا انسان يا حبوب. شكرا جدا مستر مكاوي. طبق يتم تقسيمه الى 3 يعني مثلا، بس انا ممكن استبدل الفراخ دي بس ده بقى غالبا مش هناخده. ليه بقى؟ لان ده مع الفطار اللي ما فيهوش عيش، وانا الفطارين اللي فيهم عيش مش هاخدهم. فده غالبا هاخده يوم واحد بس في الاسبوع لو ماما اتجدعنت معانا كده وعملت لنا يوم ملوخيه. فكده احنا عندنا يوم مثلا خضار مطبوخ مثلا ورز بالشعريه ولحمه او فراخ. تمام. وخضار بلس نص دجاجه، يعني ده نص فرخه من المهندس وبتاع، او فراخ سوتيه. فراخ سوتيه فراخ جريلد معاها سوتيه. تمام. طبق لحمه مشويه بلس طبق سلطه. والجريك سالاد ده انا خلاص بطلت جريك سالاد بدون زيتون او صوصات. فكده احنا الثلاث خضروات 3 ايام اللي احنا ينفع ناكل فيهم. احنا ممكن نعمل جريك سالاد هنا. مش مهتم، مش حاسس اني عايز كده. هيبقى في يوم هيبقى هنبوظ فيه، افضل ان هو يبقى في اول يومين في الدايت. هاكل فيه رز وملوخيه ولحمه مثلا، او رز وخضار ولحمه. ماشي. وبقيه الاسبوع هيبقى نص فرخه او فراخ مشويه جريل وسوتيه او سلطه او لحمه مشويه برضو ومعاها مشروم ومعاها سلطه. بالله عليك يا سمولدر انا متعصب خلي بالك. اي الله عليك يا حبيبي وعلى تربيتك يا حبيبي. شطور والله العظيم. جود بوي. ماشي. دول الاحتمالات بتاعت الغداء. اتفضل بقى عشان انت قلت له والله جود بوي. والله جود بوي. شكرا. اول ما قلت لك بالله عليك بلاش راح لاحس ايدي على طول. والله شطور. والله شطور يا حبيبي. المهم نرجع لمركوحنا. العشاء بقى سيبكم العشاء، احنا كده ما بنتعشاش. بس يعني الناس اللي بتتعشى بقى ماشي. العشاء يا جماعه عشان برضو الناس اللي بتتعشى صحيح عندك حق يا كارن. طبق بطيخ 4 قطع بلس شرايح جبنه بيضه. ده كده عايز تتعشى بقى. ده احنا كده نتعشى. طبق تونه برضو، التونه من غير حاجه بتموع نفسي. 2 بيض اومليت بلس شرايح خس وخيار. انا عاده بتعشى سناكس
مثلا بروتين بافس، فشار، فاكهه كده. انا والله لا اشرب، انا تعبان معاكم فعلا. تمام، ده كده الجدول كامل. يلا بينا نحط اختياراتنا بسرعه وايه ونشقلب ونقلب النهارده. عشان عندنا بقى النهارده فري. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. وفين الخميس؟ اوكي. هتاكل ايه النهارده؟ هاكل رقاق ولحمه محمره. عمال اكلم حد من امبارح بالليل ومن النهارده الصبح عشان يعبرني، ما عبرنيش. ماشي، ادي الخميس فطار. طيب، في نص رغيف بلدي وجبنه وكيك. نبدا كيك ولا نبدا نص رغيف بلدي وجبنه لايت؟ طب بص على الاكل اللي انت هتاكلها الاول عشان تبقى تظبطها معاه. نعمل ايه؟ ناكل ايه؟ الموضوع ده متوقف على امي اكتر، لان هي اللي هتعمل لنا ملوخيه لو هنعمل ملوخيه. فين ايام فول بالطماطم وفلفل وبيض بسطرمه مع 6 عيش. الحمد لله يا اسطى. يعني دي ايام. بص، هو اللي انت قلته ده فول بالطماطم. ده بس فول بالطماطم ده بالنسبه لي في رمضان سحور بس، ما باكلوش تاني في السنه كلها الا في رمضان. وفلفل وبيض بسطرمه، ما بحبش البيض بسطرمه قوي. وستة، انا بحب مثلا احب الطعميه. احنا ليه اتسحل؟ انت ليه سحلتنا في الغلط؟ انت ليه خدتني في السكه الشمال دي؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي، يبقى نص رغيف او توستايه، عشان انا مش حاسس ان انا هاكل عيش بلدي قوي. نص رغيف جبنه وبلس خيار. تمام. بحب البيض بالبسطرمه بس ما باكلوش كتير طول عمري. الغدا نبدا بايه؟ انا هقول لك احنا هنعمل ايه. قول. احنا في اليوم ده هنطلب لحمه. نعمل لحمه مشويه ومشروم وسوتيه. تمام. وهنطلب مع اللحمه بتاعت اللي احنا هنعملها الستيك دي، هنطلب لحمه تانية. تاني يوم هسلقها واعمل عليها بسله بالجزر. بس البسله ممنوعه. مش مشكله. في اول الدايت، يعني في اول الاسبوع ممكن تتعوض، يعني مش مشكله. فيبقى اول يوم هيبقى لحمه مشويه بلس سوتيه. اوكي. جمعه بقى. جمعه ايه؟ ايه؟ مباركه. الفطار. طب بصوا بقى، انا هفتكس افتكاسه في اليوم ده. هاكل 2 اومليت زبده ساده من غير عيش ولا اي حاجه. تمام. عشان على الغدا هاكل رز وغالبا يا بسله يا ملوخيه يا كده. فايه، خليني محترم ونحط حاجه من عندياتنا نقدر ناكلها من الصبح، ما تبقاش ايه تقيله قوي. ماشي. غدا رز وخضار ولحمه. ماشي كده. ده ايه؟ خلص بقى كده. تمام. في اليوم ده بقى نجيب ايه؟ كيلو بانيه. نعمل بيه ايه؟ نشويه اليومين اللي جايين. يبقى اليومين اللي جايين غداهم هيبقى فراخ مشويه نجرلها في البيت احنا. فاتحة فرايدي. فاتحه فرايداي. هم بيقفلوا لحد ما بيقفلوش الجامعه. فيبقى اليوم ده هيبقى الفطار كده. ده ايه؟ ده السبت. فطار. نفطر كيك بقى.
نفطر كيك وننزل نروح الجيم يوم السبت وانا ده. هاكل كيك عشان انا خميس وجمعه غالبا ممكن ما نروحش الجيم، او انا ممكن الجمعه اروح لوحدي من 10 بدري الصبح، بدري اصحى بدري اروح لايه كابتن بسمه انا وهي نهق الصبح كده ايه من 10 ل 12 واجي قبل الصلاه. ماشي. سيبك نايمه براحتك وانزل يعني. فايه هنا اديني في الكيكه هنشوف رجلي عامله ايه. قطعه كيك كيك كده. كيك واكتب كيك زي ما اخدناها في المدرسه. كيك يا ساتر يا رب. قطعه كيك. ماشي. والغدا ايه؟ فراخ مشويه بلس ايه سوتيه. تمام. لحد بقى ايه كرر لحد زي السبت بالظبط. ماشي. ماشي. 2 فطار فطار نص رغيف جبنه برضو. طب ما كوبي بيست بعمل السوتيه ازاي؟ بعمل السوتيه بسيط قوي بس بيطلع حلو قوي. بجيب بطاطس وجزر وساعات بروكلي وساعات فاصوليا واقطعهم وانضفهم. والبطاطس بقطعها 4 كوارترز والبصل والجزر برضو سين. وبعدين بروح جايب حله كبيره اكبر حله عندي املاها ميه مغليه وعندي ستيمر اروح راصص الخضار جوه الستيمر وحاطط الستيمر جوه الحله وقافل عليها وولع النار عاليه. اسيبها مثلا شويه لغايه ما الستيم اللي طالع من الميه اللي بتغلي تحت البتاع تطلع تعدي في الستيمر بتسوي الحاجه بالبخار بتبقى هيلسي قوي وما بحطش اي حاجه خالص. وبعدين بروح واخد حته بطاطس وحته جزر وكده ورش عليهم رشه ملح ورشه فلفل اسود ورشه كمون ونقطه خل وبالسكينه بقى. تحفه بصراحه بالنسبه لي انا بتبقى تحفه. ما اعرفش ده هيبقى بالنسبه للناس ايه بس بالنسبه لي انا السوتيه بيبقى كده وفي ثانيه الا ثانيه وهيلسي فشخ وكويس قوي. نص رغيف جبنه نص خيار. ماشي. نعمل بقى الغدا في اليوم ده ايه؟ لحمه ولا ايه؟ لحمه مره اخيره. انت كده خضار ولحمه. لا لحمه مش احنا كنا خدنا اليوم ده على بعضه والله. يلا هو اليوم ده هيتكرر على بعضه زي ما هو. ماشي. ويوم الثلاث الفطار الستيمر ده حلو قوي. انتي غسلاه ولا لسه ما غسلتيهوش؟ لا هو لسه مش مغسول؟ طيب هو مش مغسول هبقى اصوره لكم بعدين بقى يا سمير ويا دبل. ممكن اوريهم صورته اونلاين. ليه لازم اخش اجيب اللي في المطبخ عندنا محتاج يتغسل؟ ايه الهبل ده؟ هي بتاع كده ميتال كده تحط فيها عنده رجل كده في النص تحط في البتاع تفتح يلا نخلص احنا نخلص الكيكه بقى. انا اكيد خلصتها من بدري دي. ده كيكه التاني بقى. لا الكيكه التاني دي عند امك بقى ان شاء الله. لو الله كيك. واخر حاجه بقى ايه نقفل بيها الاسبوع؟ قطعه كيك بقى. عشان ايه انت كده في ناس هتخش ايه انا هاكل الكيكه كامله. ثمرة فاكهه بطيخ. الغدا نص فرخه من المهندس. نقفل اصل ما ينفعش الاسبوع من غير مهندس. نص فرخه من المهندس. او نغير بقى ونجيب من ظريف. من ابو ظريف اي حته انت عايزاها يا ظريف. بس كده. وده ده الاسبوع اللي جاي يا شباب. انا مش فاكر ده الخامس تقريبا. ده الخامس. اوكي. فزي ما قلنا لكم احنا الاسبوع ده نزلنا 900 جرام يعني اقل من كيلو 100 جرام. ونزلنا منهم للاسف 700 بس دهون من بطني كلهم و200 جرام ميه.
حلو. فلم يكن اسبوعا موفقا للغايه، بس يعني اباد يعني ان انا انزل نص كيلو دهون او 700 جرام دهون في الاسبوع احسن من النزيد. فانا راضي، وبصراحه كنت هاخد خطوه غبيه وما اروحش للدكتور الاسبوع ده عشان حاسس ان انا مش مأدي، بس قلت اروح اخد دايت جديد واشوف واتكلم مع دكتور عمرو، ممكن يقول لي مثلا ايه اللي انا ممكن اكون عملته غلط الاسبوع ده وكده. ف يعني كويس ان انا رحت حتى وانا مش مأدي احسن حاجه. بس اوعدكم الاسبوع الجاي ان شاء الله يبقى فيه بيتر ريزلت. وبس كده، ده كان خدوا بس اللي عايزينه ودخلتوا الدايت. النهارده الفري بتاعنا ان شاء الله بناء على رغبه الست امي هيكون رقاق. هقوم دلوقتي اسلق اللحمه ونظبط المظابيط، وهنزل لكم صوره الرقاق على انستجرام. يلا هنزل دلوقتي التمرين بتاعي اللي انا اتمرنته النهارده على الانستجرام، وبعديها صوره الرقاق اللي هبوظ بيها التمرين اللي انا اتمرنته. بس كده. ده كان كشف الحساب الاسبوع الرابع ونظام دايت الاسبوع الخامس. بعد كده سمك الله بالظبط. فبس كده، فده كان ده كان عشان بطننا بتوجع من قبل كده. كان ده ايه ده بجد والله؟ ده ايه ده؟ حد فظيعة، ورقة فظيعة. ايه ده؟ بس بقى عشان الناس ايه، بص الطريقه ابتدى يبان اهو. انا راضي عن نفسي فشخ على فكره في الجيم بصراحه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بس كده، اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي في كشف حساب جديد. ان شاء الله يكون الوضع احسن، الارقام احسن، يبقى نازل لي 2 3 كيلو دهون كده، حته زو النو كده ان شاء الله يعني. واشوفكم بالليل عادي من 9 ل 12 في ميعادنا، مفيش اي مشكله. هروح اعمل الاكل ده وهريح شويه واخد دش واجي لكم تاني بالليل في ميعادنا كل يوم الساعه 9. واشوفكم بالليل. سلام. عشان شفناكوا فيه، لكن اللحظة جت والحلقة هتنتهي. باي باي باي